وسعدتم أوقاتنا أينما كنتم أيها السادة والسيدات من الفضاء الإريتري، نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة أخبار الظهيرة. أستهلها معكم أنا عبد الله محمد علي بالعناوين. ورود برقيات التهاني بعيد الاستقلال. الإريتريون المقيمون في مختلف الدول يحتفلون بعيد الاستقلال. مشتل عد طالة مبالغة للشتول يسهم في التشجير بسنعافة. والأمين العام للأمم المتحدة يختتم زيارته إلى مالي. مسؤول كوريا شمالي يجري محادثات بشأن القمة بين ترامب وكيم. رئيس كوبا الجديد يبدأ أولى جولاته بزيارة فنزويلا. أهلا بكم للتفاصيل. بعث رئيسا موريتانيا ومنغوليا ببرقيتي تهنئة بمناسبة الذكرى 27 لعيد الاستقلال المجيد. وعرض رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية السيد محمد ولد عبد العزيز ورئيس منغوليا السيد كالتاميغين بولتاغان عن تمنياتهما لدوام الصحة للرئيس إسياس أفورقي والسلام والازدهار للشعب الإريتري. وأكد الرئيسان على الاستعداد لتطوير علاقات بلديهما مع إريتريا بما يخدم المصلحة المشتركة. احتفل الإريتريون المقيمون في مختلف مدن الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا ودول الجنوب الأفريقي بمناسبة ذكرى الاستقلال بحفاوة كبيرة. للمزيد مع هذا التقرير. وفي الاحتفال البهيج الذي نظمه المواطنون المقيمون في فيلادلفيا ونيويورك عبروا عن فخرهم واعتزازهم بهويتهم الوطنية، وعكس الحفل القيم السمحة التي رسخها نضال الشعب الإريتري وتوريثها لأبنائهم. وذكر المشاركون في الاحتفال الذي جرى في شيكاغو الثمن الباهظ الذي دفع لنيل الحرية وحماية السيادة، مؤكدين تنفيذ أمانة الشهداء بالعمل المتفاني. وأفادت المعلومات الواردة بأن الإريتريين المقيمين في مدن فريزنو وفايسيليا وهانفارد بولاية كاليفورنيا احتفلوا بعيد الاستقلال بحفاوة كبيرة، منظمين برامج تدفع الشباب لتعزيز تركيزهم في المجال الأكاديمي والمهني. وفي الاحتفال المماثل الذي نظم في سياتل الأمريكية عكس اعتزاز المواطنين وفخرهم بهويتهم وثقافتهم ونشاطهم الفعال لحمايته والحفاظ على تلك المكتسبات. في غضون ذلك احتفل الإريتريون المقيمون في فرانكفورت الألمانية بعيد الاستقلال بفخر واعتزاز، وقد شارك في الحفل الرائع عدد كبير من الآباء والشباب والأطفال منظمين برامج ترفيهية وتعليمية مختلفة تتماشى ومكانة المناسبة الجليلة. وألقى القائم بأعمال السفارة الإريترية في ألمانيا السيد يوهانس ولدو كلمة ذكر فيها بأن الاحتفال بعيد الاستقلال هو مناسبة نجدد فيها العهد لتنفيذ أمانة الشهداء، داعيا المشاركين لتعزيز هاماتهم في القضية الوطنية وتمتين وحدتهم. بدورهم احتفل المواطنون المقيمون في مدينة جيسن بالتجمع في ساحة واحدة معربين عن حبهم الوطني وبأسلوب يعزز معرفة وفهم أبنائهم بهويتهم وثقافتهم. كما احتفلت الجالية الإريترية والمواطنون المقيمون في شتوتغارت وضواحيها بعيد الاستقلال بفخر واعتزاز بتنظيم برامج رياضية شارك فيها الأطفال والشباب وأصدقاء إريتريا من الأجانب، بالإضافة إلى برامج ثقافية وفنية متنوعة ومختلفة تعكس عظمة المناسبة. ومن جهة ثانية أوضحت المعلومات الواردة من مدن جوهانسبرغ بجنوب أفريقيا ولوساكا بزامبيا وهراري بزيمبابوي بأن الإريتريين المقيمين في هذه المدن احتفلوا بال24 من مايو الأغر بتنظيم برامج تعكس حبهم الوطني العميق. وألقى سفير إريتريا في جنوب أفريقيا والدول الجنوب الأفريقية السيد صالح عمر كلمة بالمناسبة أوضح فيها بأن شعار هذا العام يذكر لبناء وطن مزدهر برؤية صاغبة وبعمل قوي وفعال، مذكرا إياهم لتأكيد جاهزيتهم للعمل المتفاني بتعزيز تأطيرهم وتماسكهم. يسهم مركز عد طال مبالغة للشتول بمديرية سنعافة في ضمان توفير الشتول وإنجاح أنشطة التشجير ومكافحة التصحر. وصرح مسؤول مكتب وزارة الزراعة في المديرية السيد برق مسقنا لوكالة الأنباء عن وضع برنامج لغرس أكثر من 200 ألف شتل من الأشجار و150 ألف شتل في المحميات والجبال العارية وحوالي 50 ألف في أسوار وساحات المؤسسات الحكومية ودور المعابد والشوارع ومنازل الأشخاص المهتمين.
وتشتمل الشتول المعدة للغرس على أشجار الألبان بشقيه الأبيض والأحمر والصنوبر والنيم والزهور وأشجار أخرى. وأفاد السيد برقب وضع برنامج بداية من شهر يوليو القادم لتيسير أنشطة تشجير ناجحة بمشاركة مجتمعية فعالة. وأوصى خبراء تنمية الأشجار والحياة البرية للعمل بالتركيز على حماية وحفظ الأشجار المغروسة ووقايتها حتى تصل للمرحلة المطلوبة، وكذلك غرس تلك الشتول في الأماكن المدروسة. وتوضح المعلومات الواردة بأن مركز عبد طال مبالاخة الذي يسير أنشطته ب 25 عاملا ينتج سنويا من 150 ألف شتلة إلى 200 ألف ويزرعها ويوزعها إلى إدارات الضواحي المديرية. نظم في مديرية سرجقة أسبوع المدارس الذي حفل بأنشطة مسرحية وقصائد شعرية ومنافسات رياضية بمشاركة 18 مدرسة ابتدائية و5 مدارس متوسطة و3 ثانوية. ووجه الدعوة في ختام الأسبوع المدرسي لتواصل دعم الشباب لتقوية أنشطتهم الثقافية والرياضية. وقال المدير التنفيذي لإدارة المديرية السيد كفلة مريم قبر مسكل في المناسبة أن أسبوع المدارس يجب دعمه من المجتمع لدوره في تطوير الشباب واستكشاف قدراتهم. من جانبه أوضح مسؤول الثقافة والرياضة والصحة في مديرية سرجاغ الأستاذ هيلا زونجيل أن المنافسات سارت إلى جانب التعليم على مستوى الفصول منذ شهر أكتوبر العام الماضي، مشيرا إلى أن المديرية حصدت 3 ميداليات ذهبية و12 فضية و9 برونزية وكؤوس في المنافسات التي جرت في شهر مايو على مستوى الإقليم الأوسط. قام فرع الاتحاد الوطني للمرأة في سويسرا وألمانيا بتنفيذ برامج تقوية التنظيم. وفي هذا الإطار عقد فرع الاتحاد الوطني للمرأة اللاتفية في سويسرا مؤتمره الخامس. وأوضحت مسؤولة الاتحاد الوطني للمرأة فرع دارية أوروبا السيدة نجست زكاي ومسؤول شؤون الجماهير في سويسرا السيد شيليش إدريس في المؤتمر الذي ألقيت فيه كلمات تضامنية من مختلف المنظمات تاريخ المرأة اللاتفية وإسهاماتها في برامج التنمية والتصدي ودورها الهام في الحياة الاجتماعية والاقتصادية في المجتمع. من جانبها أكدت مسؤولة فرع الاتحاد في سويسرا السيدة ترحاس تولد على العمل لتنفيذ برامج تقوية قدرات المرأة. وانتخب المؤتمر في ختام أعماله هيئة إدارية جديدة من 5 عضوات ل3 سنوات. في غضون ذلك تبرعت عضوات الاتحاد الوطني للمرأة اللاتفية فرع ألمانيا في مناسبة تجمعهن بعيد الاستقلال ويوم الأم مبلغ 2000 يورو لصالح النساء اللاتي تلقين العلاج في المركز الوطني لعلاج الناسور. وقالت رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة في ألمانيا السيدة عقبة أفرقي أن الخدمات المجانية التي تقدمها الحكومات لمصابات الناسور تحتاج لدعم المواطنين. الأخبار العالمية تأتيكم بعد فاصل قصير، وتفضلوا بالبقاء معنا. أهلا بكم من جديد. اختتم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس زيارة تستمر يومين إلى مالي دعا خلالها إلى تقديم المزيد من الدعم للقوى المشتركة التي شكلتها مجموعة الدول ال5 لمنطقة الساحل من أجل مكافحة الجهاديين. وقال غوتيريس في مؤتمر صحفي في باماكو أنه اختار مالي ليحيي اليوم الدولي لجنود حفظ السلام القبعات الزرق في 29 من مايو مع الرجال والنساء الذين يخدمون في مالي. ونشرت بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي التي تضم 12500 عسكري وشرطي في 2013، وخسرت أكثر من 160 من جنودها بينهم 104 في هجمات، أي نحو نصف جنود الأمم المتحدة الذين قتلوا في هذه الفترة في جميع أنحاء العالم. قام مسؤول رفيع المستوى من كوريا الشمالية بزيارة نادرة إلى الولايات المتحدة
لإجراء محادثات بشأن قمة محتملة بين زعيمي البلدين، لكن مواقف الجانبين متباعدة فيما يبدو بشأن القضية الرئيسية وهي أسلحة بيونغ يانغ النووية. ووصل كيم يونغ تشول وهو معاون مقرب للزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون ونائب رئيس اللجنة المركزية في حزب العمال الكوريين الحاكم إلى مطار جون كينيدي على متن رحلة قادمة من العاصمة الصينية بكين. وحضر وزير الخارجية الأمريكي بومبيو وكيم عشاء خاصا استمر ل90 دقيقة في نيويورك، لكن قادر دون الإدلاء بأي تفاصيل عن محادثاتهما. وكان ترامب ألقى الأسبوع الماضي القمة بعدما عبرت كوريا الشمالية عن غضبها إزاء تعليقات أدلى بها مسؤولون أمريكيون كبار، لكن قال لاحقا أنه يعيد النظر في موقفه. ومضى مسؤولون من الولايات المتحدة والكوريتين قدما في الترتيب للقمة. في غضون ذلك قال البيت الأبيض أن المفاوضات الجارية في المنطقة المنزوعة السلاح على الحدود بين الكوريتين بشأن القمة المحتملة بين ترامب وكيم جونغ أون تسير على ما يرام، وتوقع انعقاد الاجتماع التاريخي يوم 12 من يونيو كما هو مقرر. دافع الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل عن حليفه ونظيره الفنزويلي نيكولاس مادورو خلال زيارته كاراكاس، ودعا دول أمريكا اللاتينية إلى تقديم الدعم لمادورو الذي اعتبره ضحية حرب اقتصادية وسياسية. ويقوم دياز كانيل الذي خلف راؤول كاسترو في 19 من أبريل الماضي بأول زيارة خارجية له منذ توليه منصبه إلى فنزويلا، وقد حظي باستقبال حار عند وصوله إلى مطار مايوكيتيا في كاراكاس. وأشار إلى أن الهدف الأساسي لزيارته في فنزويلا هو إظهار التضامن مع مادورو بعد إعادة انتخابه رئيسا في 20 من مايو بعد رفض الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي و13 بلدا آخر في أمريكا اللاتينية لهذه الانتخابات. وتتزامن هذه الزيارة مع إعلان كندا لمزيد من العقوبات ضد مساعدي مادورو. تعني العطلة الرسمية في نهاية شهر مايو حدثا واحدا لسكان مدينة بروكثورث في غلوسترشير البريطانية، وهو منافسة لدحرجة الجبنة السنوية على هضبة كوبرز هيل. 4 سباقات شارك فيها حتى 25 شخصا بالغا، 3 سباقات منها للرجال وواحدا للسيدات، وتنافس فيها على صيد قرص من جبنة دابل غلوستر يبلغ وزنه 8 باوندات على طول 200 متر على هضبة كوبرز هيل. وفاز المتدحرج القديم كريس أندرسون الذي فاز بسباقين من سباقات البطولة الأربعة بلقب هذا العام. أما في منافسات السيدات فحققت فلو إيرلي الخبيرة في هذا السباق فوزها الثالث في مسيرتها المهنية بالمركز الأول. وصلنا إلى الختام، شكرا لكم على حسن المتابعة والإصغاء، في أمان الله.